سلام يا جماعة. فيديو هذا باش ينزل وأكيد بالنسبة للطفلة هذه تفرجت على الفيديو شطر ومازلت ما كملتوش. به وجهة النظر متاعها غير صحيحة. من وقتاش ولا وجهة النظر ولا كفر وتجيب لنا آيات قرآنية وتكفر فينا؟ به نظريتك يا إنسى حطيها في الزبلة. ودعمهم لإسرائيل ما فميش جمليا. وطبعا نحط لكم فيديو يوضح على دعم إسرائيل. من الواضح أن الإنسة هذه تحب المشاهدة. أوكي أنا باش نشاهده. كم وصل المشاهدة؟ 2000 مشاهدة و43 لايك. يعني باش ننهي الموضوع جمليا، لعبة فناف ليست كفرية. من وقتاش لعبة رعب وليت كفرية؟ آخ. اوكي باش نعطيكم فيديوهات بعض اليوتيوبر اللي قالوا على اللعبة مهيش كفرية. هاو اليوتيوبر هذا. اليوم عادي اتصفح في اليوتيوب الا وصدمة فناف حرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم شاري ومستر قلام روك في فيديو اليوم أرد على اللي يقولون فناف حرام. قبل لا نبدأ لا تحرمنا باللايك والاشتراك ويلا نبدأ. كلنا نعرف أن قصتها كلها متمحورة حول أن الأرواح تسكن روبوتات، فهذا أمر كفري كفر راسها لأنه يخالف القرآن والسنة. أختنا نتكلم على تناسخ الأرواح إنه شيء كفري. طبعا أتفق إنه شيء كفري، بس وين الشيء اللي يربطني بالذنوب اللي تجيني؟ بعطيك مثال، مثلا أحد أقنعك إنك الدخان شيء حلال، كل أحد دخن بسببك ما تجي أي ذنب، واللي يجي الذنوب اللي أقنعك للتدخين لأنه في ذمتك إنه حلال. فسكوت كوكن صانع اللعبة عنده ذنوب جارية، مع أنه مثال أقوى بكثير من فناف. هاتوا نمشي جهنم. فوق تجسيد جهنم فيها، وحتى حارسها الذي يعرف عندنا أنه ملاك. تجسيد جهنم، أختنا تقول في ذي الصورة إنها جهنم واللي يتعذب فيه ويليام. أولا ويليام كان في حلم، ثانيا هذا يوم كان يتعذب فيه ويليام كان يقول إنه في جحيم، وهذا تعبير مجازي. مثلا اي اللي قالوا صحيح وانا نتفق معاه. وريت كنت باش نوريكم فيديو كامل لكن الفيديو اتكنسل. اوكي هذه المرة مانيش باش نكنسلو. اوكي خلنا نمشيو يوتيوبر اخر. وخليني نقول لكم برشا يوتيوبرات قالوا هذا الكلام وأكدوا أنه الموضوع هذا به.
خلينا نوفي الموضوع مادام الفيديو باش يكون مدته 6 دقايق ولا 7 دقايق على الأقل. نوفي الموضوع جمليا. الناس الكل قاعدين يغلطوا في لعبة لا تستحق كلمة حرام ولا محرم ليها. خلينا نمشيو للمنتدى واحد من الجماعة اللي قاعد يشرح. راكم تقراو فيها والأدلة واضحة. بالطبع فنف ليست كفر، وإنما الكافرين اللي قاعدين يكفروا في الدين. اختصارا للموضوع خلينا نوفيو الموضوع نهائيا، ومادامني انا توا نسجل في وقت نورمالمون نرقد فيه، لكن اخر موضوع يتحدث فيه انسان عاقل واضح للكل. قعدت تنتظر أحد وقاعد تأخر ساعتين، والواحد يقول قعدت سنة. هل من جد قعدت سنة؟ لا، يعني هذا تعبير مجازي. ما شاء الله تقول عن ذا ملاك الجحيم بالله. يعني باختصار ما تعرف أي شيء عن فناف وجاية مع الهبة. ودليل برضو على أنه ويليام كان في حلم في جنب سكير النايتمين راح يأكد لك أن كل شيء حلم، يعني أنه ويليام كان يتعذب في كابوس. أهوك قالوا كابوس. اوكي، الفيديو باش نعمل عليه جزء، ولكن مانيش باش نكمل الجزء الثاني. هذا الجزء الوحيد اللي باش ينزل، وباش نفهمكم ما تتبعوش الناس اللي يكفر في لعبة فناف. هذوكم مجرد تفاهات. به ختما في الموضوع هذا، وباش نختم موضوع مهم، لا تصدقوا ما تسمعونه أو ترونه. هذا وفما كلام ينفع، فما كلام ينفع معه، وهذا مشهور. لا أرى ولا أسمع ولا أتكلم. هذم هم الجماعة اللي قاعدين يعملوا هكايا. وفي النهاية أنا باش نودع الناس الكل ونقول لهم هم راكم غالطين، تغلطوا في لعبة استحقت جوائز الكل. لعبة كيما هكا كيما تعرفت عليها ماهيش تاع كفر. شوف أي حاجة أخرى وأنا نقولك كوابيس على خاطر هذا. دقيقة خلي لكم الكلام اللي باش يقولوا. بقول كأن مطور لعبة فناف
يحترم كل الديانات منها الإسلام. وما هذا يا ترى؟ على الأقل كان ليتفق مع شركة محرمة. الله، تجيبي نقول يا جماعة باش نعمل لكم الجزء الثاني وغدوة الجزء الثاني باش نقول لكم الحكاية كلها. به المقطع باش شوفته هنيئا لكم بالسبان اللي باش يجي في المقطع هذا. انا مانيش باش اغلق الطريقات كما غلقتها هي، وهذا خلينا نقول لكم فناف ليست كفر. والسلام عليكم ورحمة الله، ملتقانا غدوة ان شاء الله.